السلام عليكم. والله ما عرفت شكون هذا الياس القصري، قالوا اونسيان ديبلومات. لا والو، قال لك الجزائر تونس يلزمها تاخو 20,000 كيلومتر مربع من الجزائر اللي هما متاعها، والجزائر ما خذتهم منها. كيما الجزائر تعمل كيما المغرب، تتحالف مع تونس والمغرب، تونس تتحالف مع المغرب. هذا كلام خطير، هذا كلام خطير. يلزم السلطات المختصة تتحرك في هذا المضمار. شو معناه؟ هذا يهدد في مصالح تونس بكلام لا معنى له. علاش لا معنى له؟ لأن الرئيس بورقيبة معناها أنهى موضوع الحدود مع الجزائر في وقت معين. من أنت تو تعرف ابن بورقيبة الرجل العظيم، الرجل اللي عنده النظرة الثاقبة وبعد النظر ومعناها ميزان الأمور بميزان من ذهب. بورقيبة وقت اللي دخلوا قوات المحور، وقت اللي دخلوا قوات المحور في تونس وهو في السجن في سان نيكولا ولا ما عرفش وين، فهمتوا؟ لا دخلوا قوات المحور، احنا مستعمرين من فرنسا اللي هي في الحلفاء. هي الشعب الكريم ما يعرفش، ما يفهمش بعد معناها النظره، بعد النظر. قال لك هذا مادام الالمان ضد الفرنسيس والفرنسيس محتليننا، احنا مع الالمان. بورقيبه قال لهم لا، ردوا بالكم، غيروا السياسه نتاعكم، ما تمشيش في الاتجاه هذا. لا نساند الالمان، الالمان لكم باش يخسروا الحرب. مجنون. الالمان هذوك باش يخسروا الحرب. اذا كان احنا باش نقفوا مع الالمان ضد الفرنسيس، كي يخسروا الالمان وينتصروا الفرنسيس ولا الحلفاء، نقولوا احنا اش عندنا؟ اش عندنا احنا؟ الفرنسيس ما انتصروش، ولكن مع الحلفاء تسميهم انتصروا، مع المنتصرين. هي ما مش تكون عندنا معناها ردود افعال بعد الحرب هذه، توفى الحرب وتجي ردود الافعال نتاع المستعمر الفرنسي، ولذا ما نجيوش مع الالمان. هي هذا الرجل العظيم بورقيبه، هذا الفيزيونير، عمل الحدود مع الجزائر، معناها انهى الموضوع، عنده حساباته. تقول لي انت 20,000 و 20,000 وكانوا تابعين تونس وما كانوش تابعين تونس. هذه الساعه التقسيم هذا عملوا الفرنسيس، الجزائريين ما عندهم فيه حتى دخل، سواء من جهه المغرب او من جهه تونس. هذا ما يخضع الى الامور هذه، تخضع الى دراسات، وتخضع الى موازين قوى، وتخضع الى اشياء كثيره. بتحب تدخلنا في احنا علاقاتنا طيبه مع الاخوه الجزائريين، ومعناها التناغم كامل، ولقيناهم في كل مناسبه نلقاهم واقفين معنا، فهمتي؟ ولا في الكبيره والصغيره، ولا يتدخلون في معناها لا يتدخلون في شؤون تونس، فهمتي؟ ولا معناها الداخليه. رئيس تبون قال لك انا ما ندخلش في شؤون تونس، هم التوانسه دبروا رؤوسهم ببعضهم، فهمتي؟ لكن الوقت اللي يحتاجوني يلقوني، وكي يحتاجوني انا نتعامل مع الدوله، ما نتعاملش مع احزاب، ولا نتعامل مع معارضين، ولا نتعارض مع مجتمع مدني. لا، نتعامل مع الدوله ممثله في رئيسها. هذا كلام مش وماشيه الامور توا قد سنوات كذا. يجي هذا سي القصري ولا شو اسمه، ولا القصري ما نعرفوش، تو نعمل عليه بحث هكا نشوف شكون هو، فهمتوا؟ لا كلام خطير هذايا، يجي في اطار معين، كونتكست معين، معناها الهدف منه هو الاساءة لتونس واساءة للجزائر. واحنا توا تونس والجزائر معناها رابطين مصير بعضنا، وعلاقاتنا مع الجزائر مستفيدين منها، معناها استفادة كاملة. هاي شنو طالبين اخوي؟
نحبوا الاستقرار، عندنا علاقات طيبة، عندنا سياحة طيبة من الجزائر، عندنا غاز ناخذ فيه من عند الأخوة الجزائريين بأسعار تفاضلية، معناها قاعدة تخف لنا في العبء نتاع الدعم ونتاع كذا، فهمت ولا؟ وتنسيق معناها على مستوى عالي في الملفات الدولية، واتفاقية معناها اتفاقية دفاع مشترك وتعاون دفاعي وما إلى هنالك من هذا الكلام. فهو معناها عندنا تهديدات معناها من كل صوب وحدب، فهمتني؟ جاية، فهمت، في بيئة استراتيجية متقلبة معناها بشكل رهيب. شكون معناها كيفاش احنا باش نواجهوا الامور هذه؟ نواجهوها بالتحالفات والتوازن في التحالفات. هذو الاخوه الجزائريين مرينا منهم كل الخير. رئيس تبون فهمت لا معناها مرينا منه كل الخير. كل مره فهمت لا ياخذ معناها اجراءات، وكل مره فهمت لا عندنا جماعه اللي يمشيوا للجزائر خاطر الاسعار ارخص، يجيبوا فهمت من الاول خذاو معاهم وسط اجراءات، وبعد رئيس تبون قال لهم لا ما عادش تكلموهم سيبوهم. هي الجزائر مش تعمل لله، الجزائر تعمل في السياسه، والسياسه هي مصالح، وكي تبدا المصالح متماشيه مع الاخوه يا حبذا. قالوا خلي التوانسه ياخذوا، كي يجي واحد تونسي جايب كرهبه باش يهز 5 ولا 10 لتر زيت ولا كذا فهمت كذا ديوانه، قال لهم ما تشدوش معاه برشا. وجماعه الحدود نتاعنا بغاو يعيشوا من الجزائر. خرج واحد من القصريين لك المره قال انا تابعين الجزائر بمعنى مجازي، مستفيدين من امور الجزائر والى اخره. شوف التعاون، وشوف الامور اللي انا ما نعرفهاش خاطر انا بعيد على كذا، ولكن انا نشوف هذا يصير قصري. مختصر الكلام هذا يصير قصري اللي انا ما نعرفوش، قال دبلوماسي كيما كان الاخر احمد دونيس انتي الجيريان، ما يحبش الجزائريين، فهمتي؟ ومنصف المرزوقي الحثاله هذه كلها، فهمت ولا؟ هذا انا ادعو السلط الى اتخاذ اجراءات باش ما نوريوش للاخوه الجزائريين اللي احنا متقاعسين في هذا الامر. لا تقاعس. هذا عنده نيه، عنده شكون دازو وعنده نيه في معناها ظاهره، معناها لا غبار عليها. الاهداف نتاعو لا غبار عليها، هو تعكير الجو بكل الطرق. تو قاعدين يخدموا بين تونس والجزائر معناها محاوله، ولكن التوانسه واعيين والجزائريين واعيين، والسلطه التونسيه واعيه والسلطه الجزائريه واعيه، فبحيث ولكن هذا لا يمنع ان نكون واعيين، لا يمنع اننا نغض النظر على كل من باش نوريو للاخوه الجزائريين اللي احنا ماناش موافقين، فهمتوا ولا؟ والسلام عليكم ورحمه الله.